السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة الفيديو حلو قوي، بيتكلم عن اهداف 2026. سنة 2026 انا بادئها معاكم بدري اهو عشان تلحقوا. كل اللي عايز يحط اهداف وكل اللي عايز يغير حياته يبدأ معايا في الخطوات اللي هقول لكم عليها. النهاردة مجهزة لكم 10 خطوات هنعملها في 2026، هنبدأ بيها السنة ان شاء الله الجديدة، ان شاء الله على خير نحقق فيها كل احلامنا. قعدت كتير وحضرت لكم خطوات ان شاء الله هتفيدكم. اسمعوا الفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده في قناتي هنحقق كل احلامنا، هنحط اهدافنا واول خطوات للسنه الجديده سنه 2026. يا رب يجعلها سنه سعيده علينا وسنه تحقيق كل الاحلام وكل اللي عنده حاجه يحققها. واول ما ابدا الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عايزاكم في الكومنتات برضو تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا. كمان بشكر كل المشتركين اللي دخلوا عندي في القناه، يا رب القناه تبقى عند حسن ظنكم. النهارده هنبدا الفيديو ان شاء الله بخطوات حلوه جدا هتنفعكم لكل البنات وكل الشباب اللي تايهين مش عارفين يحلوا مشاكلهم. مفيش، الحياه كلها مشاكل، مفيش حد خالي من المشاكل، بس احنا عايزين نرتب افكارنا، نرتب دماغنا. طبعا انا يعني في سن والدتكم، فانا جاي اعرفكم ان انا مشيت بخطوات كتيره في حياتي، ان انا عندي خبرات كتيره في الحياه، مريت بمراحل كتيره في حياتي، فدي خبره سنين. فيا ريت النهارده تاخدوا فكره عنها وتحققوها وتنفذوا على ارض الواقع هذه الخطوات. انا كتبتها لكم عشان ايه ما تتوهوش مني، ونبدا نتكلم في خطوه خطوه عشان ايه نحضرها عندنا ونبدا فيها ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا. عندك خطوات النجاح. اول حاجه هنقولها النجاح لازمه تخطيط. خلاص يا جماعه، انا حتى ماسكه لكم الكراسه اندكس، اي حاجه لازم تخطط لحياتنا ولاهدافنا. ما ينفعش نمشي في الحياه كده، ننام وقت ما ننام، نصحى وقت ما نصحى، مش عارفين رايحين فين، مش شغالين ايه، مش عارفين نذاكر، مش عارفين نحدد حياتنا ماشيه ازاي، اتجاه حياتنا ماشيه ازاي. لازم نخطط. تجيب ورقه وقلم، جيب كراسه بتاعتك كده وتبتدي تكتب كل اللي انت محتاجه في الحياه وكل اللي انت عايزه وكل اللي انت لازمه. نخطط الاول. التخطيط دوت بتفضي في دماغك كل اللي في دماغك على كراسه وتشوف انت حياتك ماشيه ازاي. تعرف انت سلبياتك وايجابياتك، هتكتبها، هتبقى قدام عينيك هتشوفها عشان تعرف ان انت ماشي ازاي في الحياه، تظبط نفسك بمعنى اصح. دي اول خطوه، نخطط لحياتنا. تاني حاجه هنمشي بخطوات مدروسه. يعني ايه؟ اللي تكتبه تمشي عليه وتنفذه، يبقى عندك اراده ان انت تنفذه. لكل بنت تايهه وماشيه في الحياه كده لازم يبقى لك هدف. خططي واكتبي بخطوات مدروسه ومترتبه. يعني مثلا انا من بالليل اقول هعمل ايه بكره، 1 2 3، احدد وامشي على الخطوات مترتبه. ايوه، ابقى زي الاله في فتره معينه لغايه لما حياتك تتظبط. خلاص كده. تالت حاجه هنكتسب عادات جديده. الانسان ما بيتغيرش وما بيحققش اي حاجه غير لما بيتغير هو وبيكسب عادات جديده. عايزه كل بنت وكل ولد يصاحبوا الناس الناجحه، الناس اللي عندها عادات جديده، الناس اللي مشيت حياتها ونجحت. ناخد منهم عظه، ناخد منهم موعظه، ناخد منهم خبره سنين، نشوف الاكبر مننا، نشوف حاجات تحفيزيه، حاجات فيها فايده لحياتنا، ازاي نمشي بيها صح. فديت حاجه كويسه جدا وجميله ان احنا نكتسب عادات جديده في حياتنا. رابع خطوه ومهمه جدا، تنظيم الوقت. مفيش انسان هينجح من غير ما ينظم وقته. تنظيم الوقت، مفيش انسان ناجح مش منظم. تنظيم الوقت يا جماعه لكل بنت وكل ولد في الدراسه لازم تنظموا وقتكم. حضر ورقه وقلم، تكتب انت وراك ايه بكره، هتحضر ايه لبكره، مشوار ايه بكره، هتكتب ايه بكره، هتذاكر ايه بكره، بعد شغلك هتروح فين بكره. بكره دي ما ينفعش تيجي كده خلاص عشوائي، لازم فيها ترتيب، لازم ترتيب، تنظيم الوقت. الصبح هروح فين، العصر هروح فين، بالليل هعمل ايه، هنام امتى، هصحى امتى. تنظيم الوقت رقم 4 مهم جدا للناجحين ان هم يحققوا كل اللي هم عايزينه. خامس خطوة الصحيان بدري. في كذا فيديو قلت الصحيان بدري، ان انت لو صحيت بدري بتنجز كل حاجة وتبقى حياتك كلها مترتبة ومتنظمة. انت لو صحيت متأخر خلاص اليوم بيبقى خلص، مش هتعرف تنجز اي حاجة. ولو حاولت تنجز هتبقى متأخر، هتبقى بتجري.
فانت لو صحيت بدري تبتدي ترتب. انا بصحى الصبح بدري، في فطار، في مثلا صلاه، في ان انا ورايا مشوار، ورايا دراسه، ورايا عمل، ورايا شغل. الصحيان بدري يا جماعه نجاح، نجاح مهم جدا. هنرجع للنقطه رقم 6، نصلي الفرض اللي علينا. عمرنا ما حياتنا هتنجح ولا هتحقق اي حاجه طول ما انت مزعل ربنا ومش مأدي الفرض اللي عليك. صلاة الفجر اتكلمت فيها ان انت عشان هتصحى بدري هتعمل صلاة الفجر حافز ليك. هتصحى بدري هتصلي صلاة الفجر، هتصلي قيام الليل، وتبتدي ان انت لو في شاور هتاخده، في افطار لازم الفطار يا جماعة بعد الصلاة. بعد ما تصحى بدري لازم تفطر قبل ما تنزل عملك، قبل ما تروحي مدرستك. رقم 6 قلنا نصلي فرضنا، نصلي الفرض اللي علينا. اتكلمنا في قيام الليل، قلنا نصلي ونقضي الفرض اللي علينا. خلاص كده. نيجي بقى لنقطة 7، الفطار. انا عايزه كل بنت وكل ولد يتعلموا ازاي يعملوا لنفسهم فطار. ما تستناش مامتك ولا باباك ان هو يعمل لك فطار. تعود وانت صغير تحضر الفطار لوحدك. وانا كنت صغيره، انا بجيب لكم حاجات حصلت لي، تجارب سنين يا جماعه. وانا كنت صغيره كنت في ابتدائي بحضر لنفسي فطار. كنت بقوم الاقي مامتي خرجت، بابايا خرج، اخواتي خرجوا، كنت بعمل لنفسي انا الفطار. ايا كان بقى اتعودت اعمل فطار صغير. بعد كده الفطار كل ما اكبر كل ما بحضر لنفسي فطار اكتر. يعني الحاجه اللي ما كنتش بعرف اعملها وانا صغيره بعد كده بقيت اعملها. الفطار دوت اول وجبه بتخش معدتك، الوجبه دي اساسي اليوم كله. حتى لو انت ما اتغديتش وكلت على المغرب حاجه بسيطه، او لكل بنت، في بنات بيحصل لها هبوط وبيحصل لها هبوط في الدوره الدمويه وبيحصل لها ضعف. يا جماعه قله الفطار ديت غلط، سلوك غلط. فطار لازم ايا كان بقى، سندوتش جبنه، بيض مسلوق، فول، اي حاجه. المهم ان انت تفطر وتحضر بنفسك. اتعود عشان ما تقولش حاجه ان مفيش حد يحضر لي فطار. اتعود ان انت تعمل فطارك بنفسك. رحت مكان ما فيهوش حد تفطر نفسك. خلاص متفقين؟ رقم 8، نحضر لبسنا من بالليل. كل بنت وكل ولد ما يصحوش الصبح يلبسوا بقى هرجله كده، طلع من هنا من هنا. اختيار الالوان يا جماعه وتنسيق اللبس مهم جدا في حياتنا. لا ده موضوع تافه ما بتتكلميش فيه، لا هتكلم فيه يا جماعه. اللبس عليه عامل جدا. انا لما البس لبس نظيف ومنظم ولايق على بعضه نفسيتي هتتحسن، هيبقى شكلي حلو. انا احب نفسي، ابقى واثق في نفسي، احضر لنفسي اللبس من بالليل. رايح مدرستي احضر لبسي من بالليل. ما نستناش مامتنا هي اللي تعمل لنا كل حاجه. الام يا جماعه عليها عبء كبير قوي. وفي ناس ممكن يكونوا قاعدين مش مع مامتهم، مع حد قريبهم مثلا، ظروفهم حكمت عليهم بكده، يبقى انا ما استناش حد يعمل لي حاجه. من صغري احب اعتمد على نفسي، مع ان مامتي وبابايا كانوا موجودين معايا ومعايا اخواتي، بس انا كنت احب اعتمد على نفسي. حضر لبسي من بالليل. اما كنت بنت في ثانوي في اعدادي كنت بغسل لبس المدرسه بتاعي وتوكي وحاجتي والمع الكوتشي بتاعي واحضر شنطتي واخد الشاور بتاعي وانام. اصحى الصبح الاقي لبسي مغسول ومكوي وكل حاجه وانا اللي محضراه بنفسي. فدي العادات دي سلوك لازم، اسلوب حياه لازم نتعوده واحنا صغيرين. خلاص يا جماعه، يبقى احنا عندنا نحضر ملابسنا من بالليل ان هنروح بيها الصبح. ده نظام ونجاح. العادات ديت اعتمدوها عندكم عشان تبقى 2026 خطوات لسلوك كويس، سلوك جيد، ما تبقاش الحياه ماشيه كده. ماشي. نقطه رقم 9، النوم بدري وعدم السهر. مش عايزين نسهر. بصوا يا ولاد، السهر يعني سلوك فاشل جدا جدا جدا. جربوا ان انتوا تناموا بدري وتصحوا بدري. ما انت مش هتصحى بدري لما تنام بدري. والكل بنت اللي بتسهر دي على التليفون وما بتذاكرش بتبقى سهرانه مضيعه وقتها. لا خشي نامي، اغصبي على نفسك ان انت تنامي في السرير. قلت لكم قبل كده حل في كذا فيديو، اللي عايز ينام ومش مش عارف ينام يطبق. ايوه يطبق مره بعد كده هيظبط نفسه. انا عملتها وجربت الموضوع ده، طبقت ليله ما نمتش، تاني يوم نمت بدري، بعد كده صحيت بدري. شفتوا الموضوع هيمشي ازاي؟ ففي حلول. اللي عايز يعمل حاجه يا جماعه يعملها. تمت كده الخطوات اللي انا قلت لك عليها وزود انت من عندك على حسب حياتك ما تمشي وحياتك ما تمشي. بحب الشباب قوي وعايزه حماس للشباب. نفسي الشباب يتعلموا ان هم يمشوا حياتهم صح. انا بتكلم عن النماذج اللي هي السلبيه، النماذج اللي ماشيه حياتها كده. نفسي تظبطوا حياتكم بس. انما الناس الناجحه طبعا خلاص انا يعني ايه، مش هيحتاجوا مني اي دعم لخطواتهم في الحياه.
خلاص كده. نتكلم على التوفير والادخار رقم 10. عمرك ما هتعرف تعيش في الحياة غير ما يكون معاك مادة فلوس. لازم يبقى معاك ادخار عشان تقدر ان انت تصرف على نفسك. الفلوس المادة بالذات بتخلينا تحس ان انت مسنود مش فاضي. تحس ان انت تقدر تجيب كل حاجة انت عايزها. فمن صغرك تتعلم تشيل قرش. زمان كنت انا بصرف، ما كنتش اعرف ان الدنيا هتغلى كده. بس انا لو كنت اعرف ان الدنيا هتغلى كده، يعني كان زماني شلت فلوس، كان زماني مليونيره دلوقتي. لاني كنت بصرف زي اي شابه بتصرف وبتشتري حاجات. لكن الزمن بتاعنا ده عايز ان انت تشيل كل قرش، تحوش وتدخر وتشيل عشان تجيب لنفسك لبس حلو، عشان تعيش في مستوى حلو، عشان تعمل مستقبل، عشان وعشان حاجات كتيره قوي. فالادخار رقم 10 ده مهم جدا في مسيره حياتك. وانت ماشي لازم تعرف ان الادخار مهم جدا، سند ليك. اولا انت لو ليك اهل برضو محتاجين دعم ليك بتصرف عليهم. مش عيب ولا حرام، لازم الاب والام لو محتاجين دعم من الاولاد واشتغلوا يصرفوا على اهاليهم، تصرف على نفسك، تعمل كيان لنفسك حلو، ما بتحتاجش لحد، بتعمل ليك كرامه. الفلوس ايوه بتعلي من مركزك وبتعلي من قيمتك وسط اي مكان. خلاص يا بنات، عرفنا هنعمل ايه. الخطوات ديت 10 خطوات للنجاح، تحقيق هدفنا ان هنظبط حياتنا قبل 2026. كل اللي عنده بقى مشكله يقعد ويجيب كراسه ويكتب فيها ايه المشكله، ويبدا يحط ليها حدود وحلول، ويعرف حياته ماشيه ازاي ويظبط حياته عشان يدخل على السنه الجديده يبقى انسان كده سوي وخطواته مظبوطه، عارف رايح فين وجاي منين، عشان ان شاء الله اخر السنه تحس ان انت انتجت. يعني مثلا ايه، اكتب كده مع نفسك انا بدات 2026 بدات ايه. لو انا كنت بسهر انام بدري، لو انا مثلا ما احضرش لبسي احضره، لو انا ما بفطرش اعمل عاده الفطار، لو انا ما بصليش فردي ابدا اصلي. المهم ان احنا ارجعوا للفيديو من اوله واعرفوا خطوات اللي انا قلت لكم عليها، بحيث ان انتوا تيجي على اخر السنه تعرفوا ان العادات دي اكتسبتوها. لان اللي بيمشي على عاده اعرفوها كده، على عاده يعني 21 يوم خلاص بتبقى هي ترسخت عنده، بيبقى خلاص من نفسه ما يقدرش يستغنى عنها، بيبدا ان هو يعملها، بتبقى عاده عنده. يعني مثلا لو قعدت 21 يوم تصلي خلاص انت من نفسك لو ما صليتش وسبت الفرض غصب عنك هتبقى متضايق، حس ان ناقصك حاجه، حس بتانيب الضمير، ترجع على طول تتوضى وتصلي. الخطوات ديت ان شاء الله تنفذها على خير وتبقى ناجحه لكل بنت وكل ولد. جبت لكم خبرتي في الحياه، عشت كتير بمراحل عدت في حياتي زيكم، وانا كنت صغيره في المدرسه لغايه ما وصلت جامعه. فطبعا انا عايزاكم، في اوقات زمان في ناس يعني ما كانش عندنا خبره في حاجات كتيره، لكن دلوقتي ما شاء الله الدنيا اختلفت، وانا مع الجيل الجديد ومع الحياه الجديده ومع كل جديد في الحياه. فجيت افيدكم واقول لكم امشوا على الخطوات ديت، خطوات جميله وسهله وبسيطه، اعملوها عاده، حققوا اللي انتوا عايزينه، حققوا احلامكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.